عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. شهر رمضان جه بقى بحلويات وبقى بخير وبكل حاجة. هنبتدي ان شاء الله نعمل سلسلة بسيطة كده من الحلويات بتاعة شهر رمضان، وان شاء الله هديكي كل التفاصيل والتكات اللي تطلع معاكي كل حاجة انت قلقانة منها. تطلعها معاكي مظبوطة. الحاجة اللي انت بتخافي منها دايما وبتطلع معاكي مش مظبوطة، هقولك كل التكات البسيطة اللي تطلعها معاكي ناجحة جدا وحلوة جدا. بس يا ريت لو انت اول مرة تشوفي الفيديو تعملي لي لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم الكنافة. هنعمل كنافة بالشوكولاتة وهنعمل كنافة آه وكمان هنشكلها بمربى الحليب، وهنعمل الكنافة اللي هي السادة العادية قوي اللي ما فيهاش اي حاجة غير انها شربة شربات. عايزة اقول لكم قد ايه كان لونها حلو جدا وقوامها كان حلو. شربت كمية الشربات اللي انا عملتها لها كلها وطلعت معايا مظبوطة قوي. والله احلى بكتير من اللي احنا بنجيبها من بره. يعني قد ايه كانت من جوه جوسي كده وحلوة، ومن بره كان فيها قرمشة حلوة كده. كانت مظبوطة قوي. مقاديري بقى بسيطة قوي زي ما انتوا شايفين كده، ما فيهاش اي تعقيد. هحط معاكم كوبايتين من السكر، تمام، عليهم كوباية ونص من المية، وهحط كمان عصرة ليمونة، وتحطي فانيليا لو انتي حابة. انا صراحة ما بحبش احط فانيليا عندي على على الشربات قبل السوا. ممكن بعد السوا ما فيش مشكلة ممكن تحطي فانيليا. رفعتها بصوا بقى عندي على النار، ما حطيتش فيها اي معلقة ولا اي حاجة، تمام. وهحط كمان عليها معلقة من عسل الجلوكوز. ده اول ما ابتدى عندي السكر يسيح انا ابتديت احط معلقه العسل الجلوكوز. بصوا حتى هي عندي كانت بتطلع بخار، لكن بدايه انا ما حطيت الشربات على النار ما حطيتش فيه اي معلقه عشان ما يعملش تكتلات او يعمل يسكر عندي من على الحروف بتاعه الحله بتاعتي. ساعه ما ابتدت تغلي بقى خالص، يعني خدت حوالي كده 10 دقايق غليان، رحت حاطه عصره نص ليمونه، تمام. وهسيبها تغلي كمان حوالي 5 دقايق. قوام الشربات بتاع الكنافة او البسبوسة، قصدي الكنافة او الجلاش، بيبقى الشربات عندي تقيل وبارد. دي من الخطوات المهمة. قوام الشربات بتاع الكنافة او الجلاش بيبقى تقيل وبارد. ما ينفعش تحطيه هو سخن والكنافة سخنة، هتطلع معاكي يا طرية قوي من جوه، يا اما هتطلع معاكي ناشفه وتبقى محجره. هنا يعني بالطريقه دي هتبقى مظبوطه قوي. الشربات تقيل وبارد والكنافه عندك سخنه، تمام. قلنا مقادير الشربات المظبوطه دي ممكن تعملي المقدار كبير جدا وتحطيه عندك في التلاجة تستخدميه لأي حاجة حلوة انت هتقدميها. ممكن مثلا آه بعمل كمية كبيرة جدا في برطمانات، ولما اجي مثلا هعمل حاجة معينة بطلعها عندي على جنب قبل ما اعمل اي حاجة بحيث يهدى شوية من السقعية بتاعة التلاجة. هنا عندي كنت جبت حوالي كيلو من الكنافة، حطيت عليه حوالي ربع كوباية من السكر البودر، تمام. وهقلبهم مع بعض كويس جدا بحيث الكنافة كلها تتغلف بالسكر البودر، تمام. زي ما انتوا شايفين كده بتغلفي كل الكنافة بالسكر اللي انتي حطيتيه. انا بحب دايما احط الزيت على الكنافة قبل ما تدخل الفرن. بتبقى واخدة لون حلو قوي على فكرة، وبالذات في الصواني. يعني لو انتي هتعملي كنافة بوبس مثلا صغيرة او كنافة في قوالب او في اي حاجة صغننة، ممكن تسقيها بعد ما تحطيها عندك في القالب اللي انتي هتسويها فيه. اما لو هتعملي الصواني الكبيرة دي فدي الطريقة المعتادة. بنحط السمنة سايحة على الكنافة ونبتدي ان احنا نقلبها بايدينا كده لحد ما تتشرب كلها وتبقى مرملة قوي. يعني اتاكد ان كل كمية الكنافة شربت السمنة عندي، ما تعمليش كتل صفرة وكتل ايه ما طلتهاش السمنة. بتاخد فترة كده معاكي. طيب الكنافة عشان تطلع معايا حلوة، عايزة اقولك ما تضربيهاش في الكب قوي عشان ما تطلعش معاكي مكتومة وناشفة. وعايزة اقولك برضو لما تطلعيها من الفريزر تخليها شوية على جنب بحيث تبتدي تهدأ من السقعية اللي هي فيها، وتبتدي تقطعيها بالمقص لو هي طريت شوية. ما طريتش فيها نشوفية بايديكي وما تكسريش فيها جامد، يعني خلي فيها شوية روح،
تمام، اتأكدت ان انا غلفتها كويس جدا بالسمنة. هبتدي بقى احط كمية الكنافة بتاعتي في الايه، في الصواني اللي هي الصغيرة دي بتخش الفرن. هنبتدي بقى نحطها ونكبسها بايدينا لحد ما توصل للقوام او للعلو اللي احنا عايزينه، يعني على قد الايه السمك اللي انت عايزاها عالية قوي او عايزاها سمكها بسيط. هتحشيها، بتخلي فيه فراغ من النص وتعملي لها كده جناب، تعملي حواف كده. تمام، بحيث الحشوة سواء الكريم باستري او بتحطي الكريمة العادية ما تقعش منك، وساعة التقطيع تبقى ماسكة نفسها. تمام، انا كده ايه ضغطت عليها ضغطة حلوة قوي وسويتها مع بعضها، وهدخلها عندي الفرن على درجة حرارة متوسطة، يعني لا بتخليه عالي قوي ولا هادي قوي. بتحطيه في الرف اللي في النص، تمام، على درجة حرارة 180. وبتولعي، انا بولع الفرن من تحت بس، وبعدين اول ما احس ان الاطراف عندي اخدت لون بطفي من تحت وبولع الشواية من فوق. تمام، ويا ريت الفرن قبلها يكون دافي، ما يكونش سخن قوي، بحيث ما تاخدش لون على طول وتبقى من جوه بيضة وما تلحقش هي والسمنة يتغلغلوا في بعض كده في درجة الحرارة بتاعة الفرن. تمام، الشربات عندي كان بارد قوي، انتوا زي ما شايفينه كده، لما نزلته من على النار كان خفيف شوية، بس ليه انا عاملة حسابي ان هو لما هيتركن هيتقل كمان شوية. بحط عندي الشربات، كل كمية الشربات اللي انا حطيتها هي شربتها، عشان الشربات تقيل فما بيتشربش على طول، بس هي طالما شربته خلاص كده هتبقى تحفة. طيب انا حباها طرية، ما مش حباها تكون ناشفة او مش حباها تكون فيها قروشة، مش بنحبها كده. آه بتغطيها عندك بعد ما بتشربيها بالشربات، بتغطيها على طول وبتحطيها عندك في الفرن بس بعد ما يهدى، وبتسيبيها مثلا حوالي ساعة 2 3 زي ما انتي حابة. هتطلع مقرمشة من بره ومن جوه هتبقى طرية قوي، هتعجبك. ممكن بقى نحشيها بسبوسة، ممكن نحشيها مثلا اي حاجة انتي عايزاها. ممكن تعملي صينيتين زي اللي انا عاملاهم دول، وتبتدي تحشي واحدة في طبق بره وتحطي الطبقة التانية فوقيها وتبقى عالية كده. تحشي مانجا بقى، تحشي زبدة الفول السوداني، تحشي لوتس، تحشي كريمة، تحشي اي حاجة انت حابة تحشيها بيها بتحشيها بيها، مفيش مشكلة. انا كان عندي شوكولاتة، تمام، سيحتها عندي على حمام بخار، وجيت عندي غطيت بيها الكنافة كلها من فوق. وكنت عاملة فيديو ان شاء الله هنزله لكم، فيديو مربى الحليب عملناها بطريقة سهلة جدا وحلوة جدا. انا حبيت ادلع الكنافة المرة دي نخليها كده بشكل مختلف، بس للأسف كانت الكنافة لسه سخنة وقت انا ما حطيت مربى الحليب، كانت الكنافة لسه سخنة، فمربى الحليب ابتدت عندي تسيح شوية. المفروض وقت ما تبرد تماما تحطي مربى الحليب، هتفضل متشكلة زي ما هي، يعني لازم تحطيها والحاجة عندك باردة. تمام، وسبت الصينية اللي عندي التانية من غير اي حاجة، وكانت برضو تحفة. مربى الحليب ان شاء الله هنزل لكم الفيديو بتاعها، هو كده بصوا ميكس ما بين طعم التوفي على الشوكليت. ميكس فظيع جدا، حلو قوي على فكرة، هتعجبكم. لو عندي الكنافة كانت باردة كانت فضلت مستمرة على نفس الشكل، بس الكنافة عشان عندي كانت سخنة فساحت. انا طبعا كنت مستعجلة عليها قوي، انا لما بعمل حاجة صراحة وبتطلع معايا مظبوطة وحلوة بستعجل عليها قوي، ببقى عايزة اشوف الفينش الاخير هيبقى شكله ايه. تمام، وكان عندي التوت البري، حبيت ان انا ايه ازينها بيه شوية كده رص، يعني كان عندي مش كتير، كانت كمية قليلة. زينت عندي جزء منها، والجزء التاني كان فاضل من اللي هو السكر الالوان اللي على التوت البري من بره، رشيته في الجزء التاني. بصوا انا كنت قطعت عندي حته عشان اوريها لكم، ما شاء الله والله كانت تحفه 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 التحفه. كانت حلوه قوي وطريه وشاربه الشربات بتاعها كده، كانت فظيعه صراحه. بصوا زي ما انتوا شايفين مربى الحليب كانت ابتدت عندي تسيح، طبعا وزعتها على جزء وخليت الجزء التاني معلهوش مربى الحليب. كانت شكلها حلو قوي وكانت مختلفة وكان طعمها جامد بجد. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص، واتمنى يكون عجبكم. يا ريت تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.